الحياة محتاجة حب. بمعنى هو اصل لو الحب جه مش هيبقى فيه لا حرب ولا هيبقى فيه حسد ولا هيبقى فيه غيرة ولا هيبقى فيه كذب ولا هيبقى فيه نفاق ولا هيبقى فيه حاجات كتيرة وحشة. الحياة محتاجة تفاهم. I think understanding is the most important thing، لأن انت لما بتفهمي اللي حواليكي وتفهمي اللي بيحصل ليه وكده بيبقى عندك empathy. فبتهيألي ان التفاهم أهم حاجة. الحب هو أنا بمعنى يعني I love you, I love everybody here, I love the people. Love is fearless. Yeah. So you shouldn't be afraid to be yourself next to people, in front of people. You shouldn't be afraid of try and do mistakes and grow and and fail. I think that's it. And you can use it for any kind of love, with your kids, with your husband, with your mom. مش عايزة أبقى كليشيه بس أظن إنه تفاهم برضو. يعني أصل انت لما بتحبي حد you find اصل مثلا انا مش بحب جمله انه love is compromise. لا بس understanding هو برضو التفاهم هو اللي يعني اصل التفاهم ده امبريلا كبيره قوي بينزل تحتها كل حاجه. بينزل تحتها الحنيه وبينزل تحتها التعاطف وبينزل تحتها الاحترام وبينزل تحتها حاجات كتير قوي. هدف حياتي هو هدف في حياتي ولا هدف حياتي؟ هدف حياتي my life's purpose. إني أسيب أثر في نفس أو في حياة اللي حواليا كويس. أثر حلو، يعني أسيب أثر حلو لولادي، إنه أصحابي يفتكروني بحاجة حلوة، حد غريب أثرت فيه بكلمة، بمشهد، بشغل، بموقف، بانترفيو، بفكرة، بإحساس، بحضن، أسيب أثر. أنا هدفي إني أمشي من الدنيا دي وأنا سايبة أثر، فرق، عاملة فرق حتى لو صغير قد I just want to be at peace بجد. عايزه ابقى مرتاحه بجد، عايزه ابقى مرتاحه بس نفسيا عايزه. عارفه اللي هو دايما كنا بنحس كده اللي هو ده كلام كبار قوي بس بجد والله العظيم راحه البال دي اهم حاجه في الدنيا. just need to be chill. انا تمام، عايزه ابقى مرتاحه خلاص. ده مبدئيا على المستوى الانساني. على المستوى المهني لا، عندي حاجات كتير قوي عايزه اعملها قوي قوي قوي، ومش عارفه امتى هوصل للحته اللي احس فيها انه انا كده مرتاحه، انا كده حاسه اني عملت كل حاجه. مش عارفه عايزه الناس تفتكرني بايه او لاجاسي او كده. بجد عايزه ابقى امباكتفul باي شكل. إسعاد نفسي وإسعاد الآخرين ما استطعت إليه سبيلا. يعني النبل هو إن أنا أدرك إن أنا في حياة هعيشها مرة واحدة، محتاج أبحث عن السعادة والراحة والأمان، وإن قدرت أدي للآخرين من ده لأنه بقى عندي هعمل ده. وشايف إن هو ده تعريف النبل. تعريف النبل هو إنك تدرك إن أنا إنسان مسؤول عن سعادتي ومحتاج أدور عليها، ولو دورت عليها ولقيتها محتاج أدي منها للآخرين، وأجعل نفسي والآخرين أقل بؤسا. هو ده تعريف النبل الحقيقي والهدف الحقيقي اللي أنا شايفه في الحياة دلوقتي. أنا عايزة الناس تفتكرني بذكرى حلوة وحاجة فرقت في حياتهم، أو بإني كنت بحاول أكون إنسانة أحسن وأحاول أعمل فرق. أنا عايز الناس تفتكرني يعني أنا بإنه ما كانش مؤذي. يعني هو دي أكتر حاجة شايف برضو تاني إنها نبيلة، إن أنا ما كنتش مؤذي لحد وما أذيتش حد. يا ريت يفتكروا بإن أنا أعطيت كتير، بس على الأقل ما كنتش مؤذي لحد. أنا عايزة أقول لولادي إن أنا
بحبهم قوي، ويا رب اكون ام كويسه. Thank you يا انجي. ثانك يو يا دينا. Thank you. ماي جاد. هو انا مش بقول لهم قوي، انا بدعي لهم معظم الوقت، فربنا يحفظهم يعني. انا بعشقهم، so I just wanna say بحبهم جدا جدا جدا.